واحد على رجله واعمل لهم البزازات. وكانت بتتقرف تغسل لهم. انا اللي كنت باخد حاجتهم واروح اغسلها على الترعه زمان. كانت تصحيني من شقشيق النهار اروح اغسل الحاجه قبل ما تمشي على الغيط، وابتدي بقى اغلي لهم اللبن يخلص، اعمل لهم ميه رز. ما كنتش مخليه على جهد وانا صغيره، وانا كنت لسه في سنه 5 ابتدائي. يعني رب ما يخليش اشوفه حتى هو بيتقتل قدامي. حبيب قلبي مات قدام عينك. قدام عيني، ما عرفتش اعمل له حاجه. الاثنين عاملين زي الوحوش. الوحوش ارحم. لما كل واحد ماسك، ده ماسك بلطه وده ماسك مش عارفه بحشاشه ولا شاطور ونازلين فيه الاثنين. مش دوله. ما افتكروش انك مربياهم؟ لا مش دوله. ما فكروش انك طبطبت عليهم، اكلتيهم، ما كلوش لقمه ببيتك؟ يا خبر ابيض. احنا كنا بنذبح لهم مخصوص. كنا بنذبح لهم. كنت بقول لمحمد يا محمد ده مش اخواتك، ده اخواتك. توصيه عليهم؟ بوصيه عليهم يا محمد ده اخواتك. شوف انا بوصي ابني على اخواله. بص الصوره، بص. وهي بتوصي ولادها على قتل. شفت البراءه، شفت الرجوله، شفت امي. اتفضلي. انا كنت بوصي ابني على اخواله، اقول له يا محمد ده اخواتك، انا اللي مربياهم. وامي بتوصي اخواتي على قتل ابني. هي اللي اتصلت عليهم وما كانوش موجودين وقتها. لا حول ولا قوه الا بالله. جهزوا الحاجه واستنوني لحد ما عدينا من قدام دارهم ونزلوا على ابني زي الوحوش وهو راكب لسه العربيه. ضربوه بايه؟ محمود كان ماسك البلطه في ايده، واحمد كان محشي او مش عارفه شطور، كان في حاجه قصيره شويه. الاثنين كانوا على ابنك؟ الاثنين كانوا على ابني، وابويا كان على جوزي بالفيس. لا حول ولا قوه الا بالله. نزل عليهم الاثنين، نزلوا على ابني وهو لسه راكب العربيه، كسروا الازاز من وراه ومن قصاده. وابويا نزل من قصاد جوزي بالفاس، من قصاد منه بالظبط، مظبطين نفسهم الاثنين قصاد محمد. ضرب موت. موت، ضرب افترى ضرب موت يعني نهايه. ابنك الله يرحمه ضرب ببلطه؟ بالبلطه، وبرده احمد كان ما في ايده حاجه وعمال يضربه فيها. يعني هو عامل له باين جروح في جسمه الله اعلم. بس اللي انا شفتها وكنت بجري عشان الحق ابني فيها قبل ما يضربه بالبلطه، محمود ضربه في نص دماغه من ورا، نص البلطه دخلت دماغه. شفت ابنك في اللحظه دي؟ شفت ابني في اللحظه دي وهو بيغمض عينه. مات على رجلك؟ مات على حجري. انا جريت، هم ضربوه وموتوه، وقع ونزلوا طلعوا يجروا، وانا قمت خدت ابني على حجري وقلحت الخمار وقعدت اكتم في الدم اللي طالع من نافوخه. بس هو كان غمض عينه خلاص يا حبيبي. راح خلاص بعد شقاكي وتعبك يعني انت احنا في شقته دلوقتي يعني. يا حبيبي كان نفسي قوي يتجوز. كنت نفسك تمشي طبعا في فرح يا حبيبي. مشيتي في جنازته يعني. كنت بتمنى اليوم اللي ربنا يرزقني من وراه بذريه باحفاد، وكنت احلم ان انا يا محمد انا اللي هوديهم لك الحضانه، وانا اللي هربيهم وهاخدهم، مش هخليهم يمشوا على الارض، انا هحطهم لك على كتفي وانا راح اوديهم الحضانه. ما سابوكيش تفرحي؟ لا، كانت اكبر فرحه ليا ان انا افرح بمحمد ابني واشوف الاولاد. لا حول ولا قوه الا بالله. دي كانت الفرحه الكبيره ليا. يعني لا حول ولا قوه الا بالله. لو شفت اخواتي دلوقتي تقول لهم ايه؟ اقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. مش كفايه كلمه حسبي الله ونعم الوكيل، دي مش كفايه على اللي انا شفته بعينيا بيعملوا في ابني. مش كفايه. حسبي الله ونعم الوكيل دي مش كفايه. انا عايزه حق ابني، عايزه القصاص، عايزه محمود ده يتمسك، عايزه حق ابني يرجع لي. هيرجع.